ازاي تخلي الحمام يبيض بسرعة؟ حاجات لو اقول لك في الفيديو ده، حاجات لو عملتها هتخلي حرفيا الحمام يبيض بسرعة ويكر بيض، مش هتلاحق على الانتاج. حاجات والله العظيم اساسية. الناس اللي هي بتشتكي الحمام متأخر في البيض، الحمام قلش وخلص قلش، الحمام مش عايز ينتج في موسم الخير اللي احنا فيه، موسم الشتاء، موسم الانتاج. الناس اللي هي عندها حمام مريح بقاله 3 اشهر، اقول لك في الفيديو ده على شويه حاجات ان شاء الله هتساعدك على زياده الانتاج، وهتخلي الحمام يشتغل ويزيد عندك انتاج بشكل مستمر. حاجات احنا بنخطأ فيها يا جماعه وبنعملها وبننساها، اتكلمنا عليها في فيديوهات كتير. عشان الحمام يبيض عندك بشكل مستمر يا جماعه، ويملى الدنيا عندك بيض وخير، وفي جنب وفوق وتحت في كل حتة، لابد الكلفة الأساسية مكتملة العناصر الغذائية عشان الحمام ينتج عندك. عمر الحمام ما ينتج عندك لو هو مش متغذي، خدها ثقة من واحد مربي 30 سنة يومين. أنا مش هقول لك أنا مربي بقالي قد إيه، بس عن تجربة، اسأل مجرب ولا تسألش طبيب. التغذية السليمة يا جماعة عامل أساسي لنجاح مشروعك. هي اللي بتكون عنقود البيض، هي اللي بتساعد على رفع جهاز المناعه عند فرد الحمام، هي اللي بتقويه، هي اللي بتخليه ينتج. يعني لولا انت بتاكل مش هتعرف تشتغل. عامه هو نفس القصه، اي طائر اي حيوان ربنا خلقه بياكل بينتج، بيفرز في هرمونات كده بيفرزها عشان ينتج. ما انت عمرك ما انت هتجوعه او هتديله اقل من العناصر الطبيعيه اللي بيعوزها من الطبيعه ويلاقيها. احنا مش هنقعد نلخ كتير، حاجات انت اعملها وانت تلاقي الخير ده عندك ما شاء الله زي ما انت شايف كده. خير ما بعده خير يا جماعه، ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما شاء الله لا قوه الا بالله. ده اللي اقدر اقوله لك. يا ريت كلنا نكتب في الكومنتات، واكتبوا لنا كده تعليق يحفزنا عشان نقدر ان احنا نستمر في تقديم المعلومه للاخرين. تمام يا جماعه، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله العلي العظيم، لا قوه الا بالله، لا قوه الا بالله. الكلفه المكتمله العناصر الغذائيه يا جماعه هي دي. لازما تقدم حمامك مش يعني تديله مثلا كلفه متنوعه من عنصرين، لا، اقل حاجه 4 5 عناصر. يعني تديه فول، ذره صفراء، ذره عويجه، قمح، قرطم، حبوب الطاقه انا حاططها في قلب الكلفه المتوازنه ديت، مليها مديله 5 6 7 عناصر عشان الحمام ينتج. احنا في موسم الخير، ما تبخلش على حمامك عشان تاخد منه. انت عايز انتاج وخير، هتاخد ازاي من غير مقابل؟ يعني انا ما باكلش حمامي ومجوعه، ازاي هاخد؟ مش هقدر اخد والله العظيم، عن تجربه اقسم لك بالله وربنا يشهد عليا يعني على كلامي صادق مليون المية، عن تجربه. غذي حمامك واديه. الناس اصل انا بدي علف، اصل انا بدي ذره صفراء وبدي قمح، كل ده غلط يا جماعه. والناس اللي بتدي العيش غلط، كل ده بيليس عند الناس وبتعمل دهون عند فتحه المجمع، ويجي الذكر يكسر عليها. النتايه مقنصه ما فيهاش، كلها دهون، كلها دهون ما بتقبلش لا مؤاخذه، زي الست كده اللي على عندها دهون على المبايض، فعشان كده ما فيش لا مؤاخذه ما بتمسكش. كذلك الامر اي طائر اي حيوان اما بيكون عنده دهون على في بالذات الاناث مش هتبيض، وعن تجربه والله العظيم. فاعملوا اللي انا بقول لكم عليه وان شاء الله خير. فعشان يبيض يا جماعه باستمرار لابد توفر له الحاجات الاساسيه اللي هو بيعوزها. التحديد ده مهم جدا يا جماعه، كمان للهضم. يعني هو بينقيه كمان من الطبيعه وانت بتقدمه له عشان يهضم بيه. لو ما لقاش حاجه تهضم هيهضم ازاي؟ هو ما عندوش معده زينا، ده عنده عصاره صفراء اللي هي زي القناصه اللي احنا بنتكلم عليها باللغه البلديه، اللي هي القناصه دي بتبقى فيها رمل. لا مؤاخذه ست البيت او الراجل الفراجه بيبقى فيها رمل. الرمل ده هو اللي بيساعد على فرك الحبوب، هضم الحبوب. فلازم توفر له الحاجات ديت عشان يبقى في اقبال على الاكل والتغذيه السليمه، والاكل يتفرز عنده وتحول غذاء سليم، والعناصر ديت تخش جسمه وتخليه ينتج ويكون عنقود بيض. عشان كده الحمام بيبقى مريح. كلها دي حاجات زي من ايد لايد. الجسم بيبقى فيه اجهزه بتبقى من كلها مكمله بعضها. سبحانك يا رب، ربنا خالق كل شيء وله سبب، سبحانك يا رب جل جلاله. فعشان ان انت تخلي الحمام يبيض بسرعه
ويستمر عندك بشكل مستمر الانتاج، تعمل الاساسيات دي يا جماعه. دي حاجات لو عملتها ان شاء الله الحمام عندك هيبيض وهيملى عندك الدنيا بيض، ومش هتلحق على الزغاليل، وهتقدر تكسب من تربيه الحمام. يعني هتقدر تكسب من تربيه الحمام لو وفرت كل الحاجات اللي انا قلت لك دي ان شاء الله. هتلاقي عندك الخير مستمر، وهتلاقي عندك الحمام بيبيض بشكل مستمر، مش هتلاحق عندك انتاج باذن الله. عشان تعمل الحاجات ديت اهم حاجه النظافه الجيده يا جماعه. في كمان من ضمن الكلام اللي احنا بنتكلمه، عشان تلاقي انتاج بشكل مستمر، لابد النظافه 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 النظافه. الميه دي بص، الميه اهي، الميه بص الفتحات، في ممكن جردل تعمله، جردل وتفتحه من الميه كده، تقعده بالثلاث ايام. 3 ايام عند الحمام مش هيقول يا غربتي، طول ما الميه نظيفه مفيش اي مشاكل. تملى الجردل حسب كميه الحمام اللي عندك. لو حتى روح مشوار لمده يومين ولا بتاع، بتحط اكلك والجردل ده بيكفي اليومين 3 ميه للحمام ما شاء الله. يعني مش هتحتاج، طول ما انت الميه نظيفه عندك مش هيحصل اي تلوث ولا اسهالات ولا بكتيريات ولا اي مرض ولا سالمونيلا ولا اي شيء ولا اي مرض باذن الله تعالى. هتلاقي حمامك كله سليم 100%. بس انت وفر له الحاجات ديت وقول يا رب، وساعد مع الحمام. الحمام برضه كويس يا جماعه، وبالذات في فصل الشتاء اللي احنا فيه ده، موسم الانتاج يا جماعه. يعني ما تغفلش عن الحمام وتكسل عنده، ما تدوش اعشاب، ادي مره بحلبه، تزود الخصوبه عند الذكوره وعند الناس. شيح طارد للديدان ومقوي وطارد للبكتيريا، وبيرفع مناعه اسمه ايه عفوا، زعتر كمان مضاد سموم، وكمان بيقوي المناعه، وكمان في عناصر فوسفات ومنجنيز وحديد يعني كويس جدا. الزعتر ده مفيد جدا للحمام، تعمله مغلي. انت عارف ان القناه مبنيه على المصداقيه والاعشاب الطبيعيه، ما بنديش اي ادويه ولا الكلام ده، انه بيضعف جهاز المناعه عند الحمام وببهدله مهما بتديله، الا الحاجات البيطريه لو احنا عوزناها. لو عوزنا حاجات بيطريه بنلجا للبيطري، وكمان بنحاول ان احنا ما ندوش كتير عشان ما نضعفش جهاز المناعه. ان الحمام ما كانش زمان بندي الكلام ده ولا المضادات، احنا كنا بنسيبه كده يطير وينطلق وهو بيعالج نفسه من الطبيعه، ما بيعوز نفسه. سبحانك يا رب العلاج اما بيعوزه هو بيجيبه من الطبيعه سبحانك يا رب. فاحنا ما نحاولش ان احنا نضغط الحمام بالحاجات اللي هي كلها كيماويات يا جماعه. فطبعا لا تنسونا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد من قناه ابو شام مع الحمام. وانا مش هطول عليكم في الفيديو، واسال الله التوفيق لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.